السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في مملكة آسيا وحلقة جديدة من مطبخ مملكة آسيا. لو انتوا بتشوفوني لأول مرة وعجبكم الفيديو اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، ولو انتوا مشتركين لايك وشير للفيديو، قولولي على رأيكم في التعليقات، وانضموا لجروب مملكة آسيا والبيج مملكة آسيا على الفيسبوك، وهتلاقوا مواقع التواصل الاجتماعي في صندوق الوصف بتاع الفيديو. النهاردة احنا معانا وصفة سهلة وبسيطة، أكلة شتوية وغنية بالحديد وفيها فيتامينات كتير وناس كتير بتحبها وبتحب تعملها. بتتعمل بطرق مختلفة، احنا النهاردة هنعملها بقى بطريقة الصعايدة في مصر. فاحنا هنعمل النهاردة السبانخ بالفريك زي ما انتوا شايفينها كده. السبانخ من أحلى الأكلات ان انتوا ممكن تعملوها، وغنية بالحديد وفيتامينات كتير جدا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله باذن الله تعجبكم. تعالوا نشوف يلا احنا عملناها ازاي النهارده. هنا معانا السبانخ. اول حاجه انت بتشتريها بتبقى بالطريقه دي، سواء صغيره او طويله شويه. اول حاجه هنشيلها الجزء دوت بيتشال منها. السبانخ بتنقعيها في طبق كبير عن حجمها او الكميه اللي انت جايباها، وبيكون مليان ميه، وبتغسليها كذا مره ان هي بيبقى فيها رمله. بتصفيها بعد كده بالطريقه ديت، وبنبدا ان احنا نقطعها. بعد التقطيع ما بتتغسلش تاني، بيبقى هو خلاص كده. هي الغسله الاولانيه ليها بصوا بتبقى يعني اتغسلت كويس جدا، ما فيهاش رمله، ما فيهاش تراب، ما فيهاش طينه، ما فيهاش اي حاجه خالص. لازم ان انت تحطيها في كميه ميه كبيره وبتصفيها وبتغسليها كذا مره وبتنقعيها كويس جدا. وبنبدا ان احنا نقطعها. انا قلت لكم قبل كده ان انا بستعمل المقص بتاع المطبخ في التقطيع، فبنقطع الجزء ده كده، وبنبدا ان احنا بعد كده نقطع الجزء دوت. وبيبقى يستحسن طبعا ان انتوا تقطعوا بالمقص كده، ان انت بتتحكمي فيها اكتر وبتتحكمي في الحجم بتاعها، ومش بتحتاجي ان انت تعمليها بالقطاعه. ايه اللي بنحطه خضره مع السبانخ؟ بنحط كزبره خضره بس، اهيت الكزبره خضره بس هي اللي بنحطها معاها. يعني ربطه السبانخ او نص كيلو السبانخ انا بحط معاه كزبره خضره بس. انا اتكلمت في موضوع التوابل قبل كده وقلت ان التوابل ساعات كتير لما بتتحط حاجات او توابل زياده بتغير طعم الاكل، فاحنا بنركز في موضوع التوابل. احنا حطينا كزبره خضراء، فمش محتاجين ان احنا نحط اي حاجه تانية معاها غير ملح وفلفل بس. الصلصه هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف بتاع الفيديو، سهم صغير بيبقى جنب العنوان بتضغطوا عليه بيفتح لكم صندوق الوصف. هسيب لكم رابط فيديو الصلصه ان انتوا تشوفوا احنا عملناها ازاي، عشان هنعمل بيها دلوقتي السبانخ. تاني حاجة، ناس كتير بتعمل السبانخ سواء بتحط فيها رز او بتحط فيها لسان عصفور او بتحط فيها حمص الشام. اما انا بعملها بطريقة الصعايدة في مصر، فاحنا هنحط فيها فريك. النص كيلو بتحطي له مج يعني صغير او مج ازاز فريك. الفريك بتحطيه من غير تحمير ومن غير اي حاجة خالص. النوع ده من الفريك ممتاز، انا بجيبه دايما نظيف جدا، مجرد ان انا بغسله وبستعمله على طول. هو الكيس ب 18 جنيه، فبغسله وبستعمله على طول وبحطه في الحله. بنقطع السبانخ كويس، وبنقطع معاها الكزبره وبنضيفها في الصلصه. هنضيف معاها الفريك مجرد ان احنا بنغسله، مش هننقعه، مش هنعمل فيه اي حاجه خالص، ولا نحمره ولا نعمل له اي حاجه غير ان احنا نغسله بس وهنحطه معاها. في ناس بتحمر لسان عصفور وبتضيفه عليها، في ناس بتحب ان هي تحط معاها رز، كل واحد على حسب ما هو بيحب ان هو يعملها. اهم خطوه في السبانخ ان انت تغسليها كويس جدا، ان انت تصفيها. والسؤال اللي بتسأله دايما، الخضروات بعد ما بتتغسل وبتتقطع ما بتتغسلش تاني، انت كده بتفقديها القيمه الغذائيه بتاعتها. هي اتغسلت وهي سليمه وغسلناها كويس جدا وفي ميه كتير وصفيناها، مش محتاجه ان هي تتغسل تاني. خلاص هي اتقطعت، يبقى ما تتغسلش تاني. ان انت كده بتبقي يعني ورق اخضر بتعمليه ان انت تطبخيه، مش بتبقي بتاخدي القيمه الغذائيه بتاعتها. للناس بتاعت
الرجيم ممكن ان انت تاكلي الطبق دوت، يبقى حصتك من النشويات مع الخضار، وممكن حته بروتين مثلا فراخ او لحمه معاها، وخلاص على كده. طبعا الفريك مفيد جدا، يعني ممكن ناس كتير بتستغنى عن الرز في الاكل بتاعهم، ممكن تاكل بالفريك. الفريك صحي ومفيد، وان انتوا ممكن تستعملوه معاها وفي اكلات كتير. الصعايده هنا في مصر بيستعملوا الفريك في حشو يعني معظم الناس وكتير جدا من الناس بتستعمل الفريك في حشو الحمام او الطيور عموما وفي السبانخ. فانا دلوقتي هقطعها كلها واوريكم احنا هنعملها ازاي. طريقتها سهله وبسيطه وما فيهاش تعقيد ولا اي حاجه، ولازم يعني هي من الخضروات الشتويه ومن الاكلات الشتويه، ولازم ان انتوا تعملوها بحيث ان انتوا تستفيدوا من القيمه الغذائيه بتاعتها، طبعا عاليه والحديد فيها عالي. فاحنا لازم ان احنا الحاجات اللي بنعملها بتكون صحيه وفي نفس الوقت القيمه بتاعتها الغذائيه عاليه. انا هوقف الفيديو دلوقتي اقطعها واوريكم باقي الخطوات هنعملها ازاي. هنا انا معايا حله وفيها الصلصه، وقلت لكم هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. انا بحب ان انا اعمل دايما السبانخ بشوربه اللحمه، بحسها بتبقى احسن. اما الناس اللي هي بتحب ان هي تكون الشوربه بتاعتها خفيفه او ان هي الاكله ما تبقاش دسمه قوي، ممكن تعملها بشوربه الفراخ. وهسيب لكم رابط الفيديو بتاع سلق اللحمه ان انتوا تشوفوه برده في صندوق الوصف. دلوقتي انا هبدا ان انا بعد ما حطيت الصلصه هبدا ان انا اصفي الشوربه فوقيها، وبعد كده اضيف الورق بتاع السبانخ. طبعا انا عشان بكون حاطه بصل وتوابل وحاجات كتير في شوربه اللحمه، فانا بصفيها دايما قبل ما احط فيها احطها للاكل، سواء للرز او للخضار او لاي حاجه من اللي انا بعملها. هبدا دلوقتي ان انا اضيف الورق بتاع السبانخ. طبعا اهم ملحوظه برضو، احنا زي ما قلنا بنغسل السبانخ في طبق كبير وفيه ميه كتير. بتراعي ان انت لما تيجي تعملي السبانخ الورق بيبقى هش جدا وكميته كبيره، لو بتعملي مثلا نص كيلو او كيلو على حسب افراد الاسره بتاعتكم، فانت بتراعي ان انت تعملي في حله كبيره عشان ان هي تستوي كويس وان هي تاخد حجمها. هنا بعد ما انا حطيت الورق بتاع السبانخ قلنا بنراعي حته ان احنا نعمل الحله كبيره. هبدا ان انا اضيف الفريك، وزي ما قلت لكم انا بكون غسلاه كويس جدا ومش بيبقى محتاج ان هو يتحمر ولا اي حاجه. انا بحب فيها طبعا الفريك بيبقى حلو جدا، فانا بحط منه كميه. بس انتوا لو هتعملوها يعني نص الكيلو ممكن تحطي مج ازاز صغير، عشان الفريك بعد ما بتحطي الشوربه بيبدا حجمه ان هو بيشرب الشوربه وحجمه بيزيد. هنسيبها دلوقتي تستوي واوريكم شكلها في الاخر بيبقى عامل ازاي. وهي طبعا مفيده جدا وغنيه بالحديد، وحاولوا ان انتوا تاكلوها بقى للولاد باي طريقه، ان هم ساعات بيرفضوا ان هم ياكلوها، بس انتوا حاولوا ان انتوا تاكلوها لهم. هنسيبها دلوقتي هغطيها واوريها لكم بعد ما تستوي. هنا احنا معانا السبانخ بعد ما استوت. بصوا انا زي ما قلت لكم ان الفريك بعد ما بيتحط فيه الشوربه والصلصه بيبدا ان حجمه يزيد، وانا طبعا كترت الفريك ان انا بحبه جدا في السبانخ، فانا حطيت كميه اكتر. اما انتوا لو حطيتوا كميه قليله هيبقى يعني مش هيبقى واخد الشكل ده خالص. انتوا هتحطوا حبه صغيرين مع يعني مج واحد زي ما انا قلت لكم، ازاز يكون صغير مع نص كيلو السبانخ. احنا بنحبه جدا يعني بالفريك. ان شاء الله باذن الله الوصفه تكون سهله وبسيطه وان انتوا تطبقوها، وهي مش ما فيهاش تعقيد، ما فيهاش تكنيك كتير وما فيهاش اي حاجه. احنا بس بنهتم بالغسيل ونظافه السبانخ وعملناها بطريقه سهله. انتوا كل واحد بقى وهو بيحب ايه، انتوا ممكن تعملوها بالرز، تعملوها باللسان عصفور، ممكن ان انتوا تحطوا فيها حمص الشام بتنقعوه بتدوله غلوه وبعد كده بيبدا ان هو يستوي مع السبانخ. كلها طرق ناجحه، كلها بيديها طعم حلو، وكلها بتبقى غنيه بالفيتامينات وبتضيف ليها يعني بتبقى اضافه للسبانخ، وبتبقى وجبه متكامله بقى، النشويات مع السبانخ والخضار. فالنهارده ان شاء الله باذن الله تكون الوصفه عجبتكم وتكون سهله وبسيطه، وقولوا لي على رايكم في التعليقات. ومنتظره انضمامكم لجروب مملكه اسيا على الفيسبوك، وتابعوني على الانستجرام.